السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه ما خلصتش، قادرين نفرح في المغرب، قادرين نفوز في المغرب، قادرين نرجع بالبطولة من المغرب. امبارح احنا عجلنا الوداد كورة، امبارح احنا دعفناهم امبارح، لكن كان في رأي في المباراة ضدك امبارح، كان في واحد بيلعب زيادة ضدك. الحكم كان ناقص امبارح ينزل يلعب مع الوداد ويباصيهم الكرة ويدخلها جون، عملها امبارح. انت بتتكلم في طرد امبارح عطية الله الدقيقة 78 بيرسي تاو رايح انفراد، عايز اكتر من كده ايه؟ والفار ما بيتدخلش. سيبك من كده، في كوره في اول مباراه لحسين الشحات برضه الفار ما حسبهاش ولا الحكم حسبها، وبعدها في نهايه الشوط الاول برضه نفس القصه، الحكم ما حسبهاش. والتصوير اسوأ ما يكون امبارح، التصوير والحكم والمعلق كله على الاهلي امبارح. لكن زي ما بنقول احنا عجلناهم في الكوره، ما كانوش شايفين قدامهم لحد ما الحكم رجعهم، لحد ما مسكوا الكوره بايديهم. فالاهلي كان احسن، الاهلي كان افضل، كنا ممكن نخلص المباراه بالثالث امبارح لولا يعني كهربا ما كانش عنده توفيق. لكن ربنا رايد ان احنا نروح نفرح في المغرب، ربنا رايد ان احنا نروح ننتصر في المغرب، ربنا رايد الفرحه تكون في المغرب ان شاء الله باذن الله. لعبتنا امبارح لو لعبت بنفس الاداء ونفس الرجوله ونفس كميه الغل اللي كان عندهم هنروح هنكسب، هنروح هنعمل نتيجه حلوه. الوداد امبارح ما لعبش، الوداد امبارح ما كانش خطير. امبارح مكتسباتنا من المباراه مصطفى شوبير امبارح كان بطل، كان بطل ابن بطل. انت بتتكلم الاهلي امبارح كان حلو، الجمهور مبسوط، الاداء كان حلو، جبنا اهداف حلوه ممتعه. جالنا غلطه من علي معلول جت جون فينا، لكن زي ما بنقول نقدر نعوض، نقدر نروح المباراه الشوط الثاني معانا هدف في جعبتنا، معانا برضو بعد الخيارات ان احنا نقدر نكسب منها ايا يكن. احنا نقدر نسجل هناك نكسب هناك. عم كولر يكون مذاكر كويس، عم كولر يكون تغييراته حاسمه وفي وقت مناسب، ما تستناش لاخر الدقيقه 85 وتقدر تغير. اللعيبه امبارح كانت مستنيه ان هي ينزل لها دعم، ينزل لها تغيير، ينزل لها ضخ دماء جديده، اللعيبه تفوق في الملعب، اللعيبه تصحى تاني في الملعب. لكن قدر الله ما شاء فعل، نتيجه المباراه ننساها، لعيبتنا تفوق وهي الافضل وهي الاحسن وهتنتصر في المغرب. لعيبتنا ان شاء الله هتنتصر في المغرب وهنفرح في المغرب والجمهور هيبقى مبسوط في المغرب ان شاء الله. بس التحكيم يكون عادل والباقي بتاع ربنا، نقدر نرخم عليهم في المباراه. بيقعوا امبارح احنا نقع زيهم، نعمل مباراه زي ما كنا بنعمل في الرجاء واحسن كمان، لان ديت 90 دقيقه تاخد البطوله وتفرح 90 دقيقه، لكن انت الثانيه كان لسه قدامك مشوار، لكن ديت خلاص دقايق بسيطه وتكسب ان شاء الله. فلاعبتنا تكون رجاله، لاعبتنا تكون واثقه في نفسها ان هي هتكسب وهتفوز ان شاء الله. رجع لنا محمد الشناوي، اكيد هيكون اضافه قويه، خاصه المباراه تبقى على ارضهم، هيستغلوا الجمهور زي ما احنا استغلنا الجمهور، هيستغلوا ممكن الحكم. لكن زي ما بنقول ما نحطش دماغنا في الحكم ولا التحكيم، نلعب برجوله في الملعب هنكسب. احنا احسن فنيات وجماعي وفرد وكل حاجه. ان شاء الله باذن الله هنفرح في المغرب، ربنا يكتب لنا الفرحه هناك، ربنا يكتب لنا الانتصار هناك، ربنا يربحنا هناك ان شاء الله باذن الله.